مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضائيه الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. فخامة الرئيس السياسي أفورقي يزور المملكة العربية السعودية. تنظيم مهرجان الإريتريين في الولايات المتحدة الأمريكية. دعوة لحماية الآثار في جزر دهلك. غطلة في تفجير انتحاري بمحيط مطار كابول. ترامب يحذر روحاني من مغبة تهديد الولايات المتحدة. مجموعة العشرين تدعو لحوار أكبر بشأن التوترات التجارية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. غادر البلاد صباح اليوم فخامة الرئيس السياسي أفورقي متوجها إلى المملكة العربية السعودية تلبية للدعوة الموجهة إليه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. خادم الحرمين حتى 22 من يوليو بمدينة واشنطن مهرجان الإريتريين في الولايات المتحدة الأمريكية. وافتتحت المهرجان رسميا رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية السيدة تخا تسفى ميكائيل بحضور رئيس الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا السيد صالح أحمد الدين، والقائم بأعمال السفارة الإريترية في الولايات المتحدة الأمريكية السيد برهاني جابريويت، ومدير المركز الوطني للخرائط والمعلومات السيد جيتاتشو مرهاسين، ومسؤولين آخرين. وتضمن المهرجان الذي استمر ل3 أيام سيمينار عن الأوضاع الراهنة في البلاد وتطورات المنطقة والنضال الذي خيض من أجل الاستغلال والدفاع عن السيادة الوطنية والتضحيات التي قدمت، فضلا عن تنظيم فعاليات ثقافية وتراثية ومعرض يعكس أهمية العلم. وعقد مدير المركز الوطني للخرائط والمعلومات السيد جيتاتشو مرهاسين والقائم بأعمال السفارة الإريترية في أمريكا السيد برهان جبريويت سيمينارا للمشاركين في المهرجان. كما قدمت الفرقة الفنية التي ذهبت من إريتريا والفنانين الإريتريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية قدموا عروضا فنية في فعاليات التجمع الوطني السنوي. دعا سكان مديرية دهلك الجهات المختصة للقيام بمبادرات جادة لحماية الآثار الموجودة في جزر دهلك بالتنسيق مع السكان. وأوضح السكان بأن جزيرة دهلك غنية بالكتابات المنقوشة في الحجارة، إلا أن هذه الحجارة تؤخذ لأسباب مختلفة مما أدى إلى انخفاض عددها، معربين عن تخوفهم من ضياع تلك الآثار. وأشار السكان إلى ترميم الخزانات والحواجز المائية في الصخور المنحوتة بطريقة غير مدروسة مما أدى إلى ضياع معالمها الأثرية، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع الجهات المختصة لحمايتها ورعايتها. وذكر أعضاء متحف إقليم شمال البحر الأحمر بأن المعلومات المستقاة من الشعب تبين بأن الآثار في وضع مقلق، ويجري العمل بجدية لحماية الآثار المعرضة للخطر عامة والكتابات العربية الكوفية المنقوشة في الصخور خاصة ونقلها إلى مكان آمن. وأوضح المهنيون التوصل إلى تفاهم بين وزارة الثروة البحرية ومكتب الخرائط والمعلومات والقوات البحرية وإدارة مديرية دهلك ومركز تأهيل نوغوتا للقيام بأعمال استكشاف للآثار الموجودة في الجزر والبحر، مشيرين إلى إطلاق حملة لإدخال آثار دهلك في سجل التراث العالمي. هذا وتبعد مديرية دهلك مسافة حوالي 60 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة مصوى. عقدت مكاتب التعليم في مديريات مندفرة وعدخالة وإمن حيلي اجتماعات تقييمية لسير العملية التعليمية ونتائج العام الدراسي للعام 2017-2018. وأوضح مسؤول التعليم في مديرية مندفرة الأستاذ جريز جهير تولي أن المشاركة في التعليم ارتفعت بنسبة 2.2% من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية مقارنة مع العام الدراسي السابق، داعيا الإدارات للعمل المنسق من أجل زيادة المشاركة في العملية التعليمية. وأشار التقييم في مديرية ابن حيلي ببلوغ نسبة النجاح إلى 82% في جميع المراحل الدراسية، داعيا لحل أوجه القصور في الأثاثات المدرسية عامة والكمبيوترات والبنى التحتية خاصة، موضحا عن متابعة 16,800 طالب دراستهم بشكل جيد خلال العام الفائت.
وفي مديرية الدخالة واصل حوالي 24460 طالبا دراستهم خلال العام الدراسي الفائت، وبلغت نسبة النجاح في أوساطهم بين 80 إلى 90% في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وشدد مسؤول الإدارة والمالية في مكتب التعليم بالإقليم الجنوبي السيد جوبين حدش على أهمية استمرار دعم المعلمين للدفع بالعملية التعليمية. هذا وتوجد في مديريات مندفرة وعالدخالة وابن حيلي 38 روضة من رياض الأطفال و77 مدرسة من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية. جرت أعمال إصلاح البيئة في ضواحي ديدا وغزاغبو وعد منغوتي بمديريتي معي عيني ومندفرة. وأوضح مسؤول إصلاح البيئة في الإقليم الجنوبي السيد محمد صالح ومسؤول مستشفى معي عيني السيد هيلي عقبة ميكائيل في الاجتماع الذي عقد بخصوص أنشطة سكان قرى ديدا وسوسو وماي لبسو. عد كلهم أن أعمال إصلاح البيئة التي نفذت في هذه القرى تعكس الوعي المتنامي لضمان الصحة العامة، داعين القرى الأخرى لتطبيق تلك المبادرة التي تنظم في الإقليم الجنوبي. وأفاد مدير مديريتي مندفرة ومعيني السيد هزكياس وهبت والسيد أحمد عثمان أن القيام بأنشطة متواصلة لإصحاح البيئة يضمن نظافة مصادر المياه ويقي من الأمراض المنتقلة عبر الماء، مؤكدين استعدادهم للقيام بحملات توعوية لإصحاح البيئة في القرى الأخرى. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، نجا عبد الرشيد دستم نائب الرئيس الأفغاني بأعجوبة من هجوم انتحاري في مطار كابول لدى عودته للبلاد بعد أكثر من عام قضاه في منفاه بتركيا. وتحرك دستم الذي قادر أفغانستان العام الماضي بعد ضغوط مكثفة من مانحين غربيين منهم الولايات المتحدة الأمريكية من مطار كابول في موكب قبل دقائق من الانفجار الذي قالت الشرطة أنه أودى بحياة 15 شخصا على الأقل، فضلا عن إصابة ما يزيد على 50 آخرين. وذكرت وكالة أعماق للأنباء أن الانتحاري التابع لتنظيم الدولة الإسلامية فجر سترته الناسفة في احتفال أقيم لاستقبال نائب رئيس أفغانستان عبد الرشيد دستم لدى عودته للبلاد. وواجه دستم غضبا وانتقادات من دول مانحة غربية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية بعد ورود تقارير في العام 2016 تفيد بأن حراسه احتجزوا خصمه أحمد عشقي الذي تعرض للضرب والتعذيب والانتهاكات. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مقبة تهديد الولايات المتحدة قائلا أنها ستواجه تبعات لم تواجهها سوى عدد قليل من الدول عبر التاريخ. وقال ترامب عبر تويتر موجها تهديده إلى نظيره الإيراني حسن روحاني: لا تهدد الولايات المتحدة أبدا. وجاء ذلك عقب تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن واشنطن لا تخشى استهداف المسؤولين الإيرانيين على أعلى المستويات بالعقوبات. وعقب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق دولي يهدف لكبح البرنامج النووي الإيراني، كشف بومبيو في وقت سابق عن استراتيجية جديدة تهدف إلى إرغام إيران على الخضوع لنحو 10 مطالب صارمة. في غضون ذلك هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأمريكي دونالد ترامب، محذرا إدارته من اتخاذ سياسة معادية لبلاده، لأن الحرب بين البلدين ستكون أم الحروب حسب تعبيره. وعلق روحاني الذي كان يتحدث أمام رؤساء بعثات إيران في الخارج الأحد على التلويح بمنع تصدير النفط الإيراني. قال وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين أن زيادة التوترات في مجال التجارة يشكل تهديدا للنمو العالمي. وشدد البيان الختامي لوزراء المالية في المجموعة بعد اجتماعهم في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس على ضرورة تعزيز الحوار للحد من المخاطر على الاقتصاد العالمي وتعزيز الثقة. وحثت كريستان لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي على ضرورة التوصل إلى حلول للصراعات التجارية من خلال التعاون الدولي من دون اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية.
وجاءت المحادثات التي انعقدت في مطلع الأسبوع في بيونس آيرس وسط تصعيد في حدة الخطاب بالصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصاديين في العالم، واللتين تبادلتا فرض رسوم على سلع قدرها 34 مليار دولار. ودعا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونوشين الاتحاد الأوروبي والصين لاحترام التجارة الحرة والعادلة والمتبادلة. صادقت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية على عقار جديد يساعد على علاج نوع من الملاريا بجرعة واحدة. ويستهدف العقار الجديد نوع من الملاريا يظهر بسبب طفيليات المتصورة النشيطة، ويؤدي إلى إصابة 8.5 مليون شخص في العالم كل عام بالمرض الذي يصعب التخلص منه لأنه يبقى كامنا في الكبد لسنوات عديدة قبل أن يعاود نشاطه في جسم المريض لتتكرر أعراض المرض بين الحين والآخر. ومن جهتهم وصف العلماء عقار تافنوكين بأنه إنجاز هائل. وستدرس الجهات الرقابية حول العالم هذا العقار الجديد في محاولة للموافقة لاستخدامه في بلادهم، حيث تعتبر الملاريا متكررة الظهور النوع الأكثر شيوعا في خارج منطقة جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.